انت كخبره في مكان وما بتتقدرش بتلاقي نفسك محبط. انا من النوع اللي بنسحب، يعني ما بقدرش اكمل واعد مرتب واقبض. انا بنسحب، يعني انا في اوتيل انسحبت منه لان الاونر كان بيفكر بفكر وحاطط ناس تحته بتقرر، هو مش مدرك وهم مش فاهمين، واحنا اللي في المشاكل واحنا اللي في القصص واحنا اللي في الاوتيل مش هيفتح. وكان اوتيل اوبننج ولازم يفتح ومصاريف كتير جدا جدا على الفاضي ومفيش فكر، وابقى انا فاهم اللي هتتعمل يعملوها غلط. طب دي صح كده؟ يقول لك يا عم احنا جاي لنا رسمه، ده اللي قال، اصل ده تبع الاونر، اصل ده مع الاونر من زمان. فرحت مقدم استقالتي وانسحبت. مكان تاني كان في حاجه سيفتي ان ممكن تاذيني انا كشيف انجينير واتسجن فيها، قدمت استقالتي وسبت ورقه ومشيت، مع انهم زعلوا جدا جدا جدا. انا اللي بنسحب. طيب هنا حضرتك بتقول ان المكان ده ما بيقدرش، ايه جزئيه ان عدم التقدير هنا؟ يعني ايه ما بيقدرش؟ طبعا احنا عايزين نوضحها بحيث ان انا ممكن اكون كاونر او مدير مش شايف ان تصرفي دوت هو ممكن يكون بيضايق اللي تحت مني، واللي تحت مني ما بيتكلمش وبيشتكي فبياخد بعضه ويمشي على طول. فاذا من هنا برضو ما عرفتش ايه السبب اللي بيخليني اخسر. وفي سوق العمل ان انا اجيب شخص اتحمل تكلفة تدريبه، مش شرط ان انا ادربه في تخصصه، بس تدريبه ان هو يفهم الهيكل الاداري وسيستمه ونظامه وسياستي، وبعد الفتره دي تبص الاقيه خد بعضه ومشي. فانا كده ما كسبتش حاجه. ليه؟ لان هو عبال ما اتدرب وفهم انا عمال بصرف عليه كل ده ومشي. فيبقى انا هنا هفضل اخسر 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 وانا مش عارف ليه. بخسر الموظفين وبخسر فيهم فلوس. يبقى هنا ايه جزئيه نقطه عدم التقدير اللي بتخلي الشخص يسيب المكان ويمشي؟ بص يا مستر، نتفق ان في اي شركه التيرن اوفر ده من عناصر فشل الشركه ووقوعها. تيرن اوفر يعني انا همشي ويجي غيري، همشي ويجي غيري، اتعلم وافهم وامشي ويجي غيري، وممكن تديني خبره واحد استفاد بها بره. عنصر التقدير هحكي لك حكايه بسيطه جدا جدا. ليا مهندس صديق ليا كان شغال في محطه مترو اللي هي الشركه الفرنسيه اللي بتعملها في القاهره. فالاونر بتاع الشركه او المدير الفرع القاهره بتاع الشركه جاي يعمل حفله للشركه، فقال لي المدير المصري نظم الحفله. فالمدير المصري عمل الانفيتيشن كله للمديرين والكلام ده كله ونسي العمال خالص يعني، وكانت في مركب على النيل يعني. فالمدير الفرنساوي قال له يا حبيبي دلوقتي بالعربي كده يعني، المدير اللي معاه فلوس وغني ممكن يجيب مراته تقعد على النيل ما تتفاجئش، لكن العامل والسواق وده هو لو جه يحس ان الشركه بتحبه وفي مفاجاه دي مش هيقدر يجي بفلوس لان فلوسه قليله. عاملين الحفله للموظفين الصغيرين كلهم، السواقين والسعاة والعمال هم اللي يجوا، والمديرين يجوا لوحدهم من غير فاميلي، يقعدوا على ترابيزه فاميلي لوحدهم، وبقى يلف يطمن على العامل وعلى ده وعلى ده وعلى ده. فاهم؟ بقى في انتماء. انا اشتغلت في جلوسهم بخر، شركه سويسريه لانشاء جولي فيل شرم الشيخ في سنه 98. الشركه دي كانت جايبه كل حاجه معاها من بره ما عدا تجيب سوق الاسمنت هنا من مصر. شركه كهرباء جابت كل ماتيريال بتاعتها من بره وعامله فندق كهرباء رهيب. كان اللوحه بتتشطب بيجي لها خبير بالطياره من سويسرا. واخد بال حضرتك؟ اما جم ماشيين كل سواق كان سايق عربيه في مصر تبع الشركه عطاها له هديه عشان حافظ عليها الفتره دي كلها، ولسه هيبيعوها ولسه هينتموها وعملوا توكيل بيها. لما انا اكون في موقع في سهل حشيش واجي كمهندس واقف بعمل لك فندق، واروح ابص الاقي الطبق بتاعي بيتغسل في كازيله ميه، والاكل بيجي مره يجيبوا سلطه ما يجيبوش، واكل وحش جدا، وازازه الميه مره فيه مره ما فيش. طب انا هتحملك ليه؟ هتحملك لما اشوفك محطه واشوف غيرك. طالما ما عنديش شغل هشتغل معاك. هتبقى انت بالنسبه لي محطه لحد ما يجي لي فرصه. اول ما واحد يعمل لي كده مظبوط صح، انا هروح مكان تاني. انا ساعات ابقى عايز ناس واكلم واحد في شركه، في شركات حلوه جدا، اكلمه يقول لي انا مرتاح مكاني. مظبوط، انا مرتاح حتى مكاني. لو الراتب بتاعه اقل بس في مميزات تانية اخرى. احنا يا مستر شعب عاطفي، لاقيني ولا تغدي، حد يقول الله ينور ما تعديش كشطر في وشي. مظبوط.